اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هنا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على المعزه التهجين الفرنساوي على بور. المعزه دي زي ما احنا عارفين تهجين فرنساوي على بور، ما شاء الله. شايفين الحجم بتاعها عامل ازاي؟ تقريبا دلوقتي عمرها هنقول 11 شهر او 12 شهر في الرينج ده تقريبا، يعني عمر سنه تزيد شهر تقل شهر في الوقت ده، تمام؟ ما شاء الله الحجم بتاعها حلو، وزنها حلو، نسبه التحويل بتاعتها ما شاء الله عاليه جدا، واخده القرون تقريبا بتاعه الفرنساوي اكتر من البور، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنجهزها للعشار. طبعا زي ما احنا عارفين المعزه دي لقحت وهي عمر 4 شهور، تمام؟ الكلام ده لقحت وهي عمر 4 شهور لوحديها. هي طبعا انا كنت سايبها مع القطيع كده وقلت صغيره فهزت ديلها بسرعه، فمن هنا الجدي لقحها بس ما مسكتش. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه يا عم احمد عشان مثلا تمسك معانا او تهز ديلها؟ طبعا زي ما احنا قلنا هنديها سينيون اذا كان في الميه عن طريق الشراب او فيتامينات عن طريق الحقن. هندي سينين عن طريق الحقن وده اسرع واحسن، تمام؟ بيتباع برضو عند البيطري. هدي 5 سم في المره لمده تقريبا من 3 ل 5 ايام على حسب نوع الفيتامين اللي انا جايبه، بمعنى زي ما مكتوب على العبوه بالظبط، عشان بتبقى في شركه بتبقى نسبه الفيتامين اللي فيها مركزه بيبقى 3 ايام بس مش اكتر، وفي نسبه الفيتامين قليله بيبقى 5 ايام عشان المفعول يشتغل، زي ما يكون مثلا المصري ومثلا اللي هو الامريكي او حاجات زي كده بالظبط. يبقى احنا كده اللي مكتوب على العبوه هنشتغل عليه، يبقى انا هشتغل عليها اليومين الجايين دول الحاجات اللي بتحفز نسبه المبايض واقربهم واشهرهم سيني، تمام؟ فهنشتغل عليها ان شاء الله في خلال باذن الله اسبوع او اكتر او اقل هتهز ليلها ان شاء الله. انا عارف الجو صعب والجو حر عليها اليومين دول، بس احنا هنحاول معاها عشان هي خلاص تمت سنه، ما تقعدش اكتر من كده عشان نقدر نستفاد من وراها ان شاء الله بطن او بطنين ان شاء الله في الموسم ده باذن الله. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا تدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، هيوصلك مني كل ما هو جديد باذن الله في عالم الماعز البور والماعز البلدي والفرنساوي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.